هوالين روشنبير نيفسكار سياسة ندار كسين حاضر توایی مسلسل و سجاوات بخشی خواندنی مکریه جهک سینگای وکری جهر کسی که رو گتخوازه هستی خواه هستی نتوی هستی چاندی هستی نویسی گلوه ده که بین الزمان جبونا ویه که جیمایرو وک یکتیا روشنبیرین جزیره ما مسته شکری شیخانی سكرتيري بارتيا التيار السوري الإصلاحي ما كرمي فان جمخه جه سميناري كبده للسر بيمانا آب بيستو نهي تشليا باشي بري ام دست بوينا تردي جبكن اما تردا و دخوين اندقاكي لسر جاني باكروانا الشهيد رونيا روجاماني كرمكن. نحن أيها الحضور الكريم هنا بفضل الشهداء الذين قدموا أغلى ما يملكون. نحن هنا بفضل المعاقين والجرحى والأسرى الذين قدموا أيضا الشيء الكثير من أجل أن نلتقي في كل محاضراتنا وندواتنا. مساء الخير مرة ثانية للجميع. جئنا هنا لكي نجري حوارا مفتوحا، لم نأتي لكي يتحدى بعضنا بعض، وليس انتصار لرأي على رأي آخر. حضرنا إلى هنا كي نناقش مسائل تهمنا تتعلق بمستقبلنا ومستقبل أولادنا وأحفادنا. ماذا تغير فعليا على أرض الواقع بعد اتفاق الحكومة وسوريا وقسد؟ نظرة سريعة أولا لنتعرف على اتفاقات سابقة سبقت هذه الاتفاقية في عام 2025. التصعيدات بلغت ذروتها في أوائل أكتوبر من العام الماضي خلال حصار جائر لأحياء الشيخ مقصود والأشرفية، حينها جرى قتالا عنيفا وقصفا مكثفا. في ديسمبر الأول كانون الأول 2025 كانت الاشتباكات على أشدها حين أعلن الجيش السوري بأن هذه المناطق هي مناطق عسكرية، يعني هذا أنه يحق له أن يفعل بها وبسكانها ما يشاء. ما حصل كان لم يكن لمصلحة الكرد إلا مرسوم 13، ولم يكن فضلا أو منية من الشرع، بل كان بسبب تضامن الكرد في كافة أجزاء كردستان الأربع وفي الشتات أيضا، وهذا أمر غير مسبوق ربما بالعصر الحديث. أنا آسف للإطالة. شكرا لك. بعد كل هذا ودفعوا آلاف الشهداء، بعد كل هذا اتفاق 29 آذار لا يلبي مطالب الشعب الكرد. لذلك كل ما قيل عن الاتفاقية أو الدمج النوايا غير سليمة إطلاقا. ليش رضخت قسد لبنود الاتفاقية؟ لا تقل لي بضغوط أمريكية وتركية كل الناس بيعرفوا ليش رضخت قسد لبنود الاتفاقية. هي ألعوبة أمريكية، ألعوبة تبع ناتو وإسرائيل وتركيا، وهن بالأساس يريدوا بس يطولوا أمد المرحلة لحتى يقدروا يحققوا مصالحهم في المنطقة مؤقتة. ويعطيك العافية. مساء الخير، شكري الشيخاني رئيس التيار السوري الإصلاحي. اليوم بدنا نحكي عن اتفاقية 29 كانون الثاني وما سبقها من اتفاقيات، وكانت هذه الاتفاقية هي تقريبا الخاتمة والتي برأيي أنقذت المنطقة بكاملها من دمار شامل ومن نزوح مذل ومهين كان سيصيب المنطقة، لولا أن كان هناك قرارات حكيمة أخذتها القيادة بأن يتجه إلى توقيع هذا الاتفاق. هذا الاتفاق سيعمل على دمج القنوات المدنية والعسكرية في قالب الدولة السورية التي لا مفر من الوجود ضمن دولة واحدة إن شاء الله.